عاملين ايه؟ النهارده عندي جولة في مول وادي اسطنبول او وادي اسطنبول. فهاخدكم الجولة دي اتفرجكم شوية على المول وعلى البراندات الموجودة فيه ونخليكم معانا. اقول لكم ان مول وادي اسطنبول هو اساسا من المولات اللي بعيده سواء عن الطرف الاوروبي او الطرف الاسيوي. انا شخصيا عشان اروح هناك اخدت بتاع حوالي ساعتين، ونزلت في المحطه اللي انتوا شفتوها دي وركبت المترو ده او الترامفاي ده بيبقى زي حاجه بتطلع على تبه من فوق وبتوصلكم لمدخل الوادي مول. الوادي مول يعتبر من المولات المميزه في اسطنبول. اولا المول كبير جامع ماركات محلية وماركات عالمية، والماركات المحلية فيه اكتر. كمان كل سنة في الكريسماس بتقدروا تلاقوا فيه حاجات العاب، حاجات خاصة بالكريسماس، حلويات، واجواءه صراحة مختلفة عن اي حد او عن اي مول انتوا ممكن تروحوه. عندكم هيل سويت، ده محل من المحلات الموجودة جوه مول وادي اسطنبول. صراحة المحل من كتر ما هو حلو جدا ومن كتر ما هو فيه حاجات حرفيا كتير عن الكريسماس، وهو اصلا محل مخصص للكاندي والشوكولات، ما قدرتش امشي غير لما اصوره. طبعا زي ما انتم ما شايفين الحاجات فيه جوه عاملة ازاي، ويؤسفني اقول ان الاسعار مش احلى حاجة، ولكن تقدروا تاخدوا مثلا حاجات زي الشوكولات، زي هدايا بسيطة، زي الكانديز لأولادكم لو انتوا حابين. المحل من كتر ما هو مكان كبير وفيه تقريبا كل حاجة، فأنا صورت فيه كتير. يعني ممكن احنا لو عايزين نعمل حلقة، أصلا ممكن نعمل حلقة مخصصة عن المحل بس أنا حبيت أحطه ضمن الحاجات اللي هي بتاعة الكريسماس، لأن الناس بتسأل فين في اسطنبول ممكن نلاقي احتفالات عن الكريسماس أو حاجات فيها ألعاب واحتفالات عن الكريسماس. طبعا كل الشوكولات اللي قدامكم دي في كل اسطنبول ممكن تلاقوها على فكرة. عشان بس لو انتوا حابين ان انتوا تشتروا شايفين ان الاسعار غالية، فانا احب اطمنكم انه تقريبا كل اسطنبول او كل تركيا فيها نفس النوعية دي من الشوكولاتات. تمام، فما تتغروش قوي، يعني تقدروا تلاقوا الشوكولاتات دي في اي حتة تانية. طبعا الالعاب دي كلها العاب ما فيهاش كانديز، العاب عادية لو انتوا حابين تشتروا هدايا، وفي حاجات باكيتس صغيرة. بس طبعا كلها اسعارها زي ما قلت لكم اسعار تعتبر مرتفعة شوية، بس حلو ان انتوا تاخدوا لها صور تعملها فيديوهات للذكرى. ولو تقدروا انكم تقدروا تشتروا طبعا من المكان ديت مش زحليقه ديت الحاجات اللي محطوط فيها الكانديز انا عجبتني قوي، لفتت نظري. نيجي بقى للمول نفسه. المول نفسه في حتى بره حاجه اسمها زورلا لاند، انا ما زرتهاش للاسف، بس كلها مليانه العاب للكريسماس واحتفالات للكريسماس. هصورها لكم في فلوج تاني لوحدها لانها تستحق تغطيه لوحدها، بس حبيت اصور لكم اجواء وادي اسطنبول. وادي اسطنبول فيه ماركات فعلا مش موجودة في اي حتة برا، مثلا زي فيكتوريا سيكريت، زي مثلا الماركات العالمية. طبعا احنا عارفين انها مقاطعة فما فيش داعي لذكرها. طبعا هتلاقوا فيه كوتون، هتلاقوا فيه ديفاكتو، هتلاقوا فيه السوبي كيكي، وهتلاقوا فيه كتير براندات محلية. حتى على مستوى الاكل هتلاقوا كتير براندات محلية، مش بس المحلات العالمية. تقدروا تتسوقوا فيه بحرية، تقدروا تقضوا فيه وقت مع العيلة، تقدروا تشتروا منه هدايا، تقدروا تتصوروا فيه. يعني انا بالنسبة لي وادي اسطنبول يستحق المشوار اللي الناس دايما بتتكلم فيه. حتى معارض او الاماكن اللي بتبيع الحاجات المنزلية جدا مختلفة، طبعا فخمة، حاجات فخمة وجدا، يعني عارفة انها مكلفة بس تستحق. ده المكان اللي فيه المطاعم، واللي لفت نظري ان معظم المطاعم براند تركيا. هنا بقى حلو قوي المكان ده، عجبني. هو صالة بولينج، بس صالة البولينج جواها مطعم وبتقدروا تقعدوا فيها، يعني ولادكم بيلعبوا تقدروا تقعدوا وتاكلوا وتشربوا وتراقبوا اولادكم وتلعبوا مع اولادكم. عجبتني الفكرة جدا لطيفة، فبتقدروا ان انتوا تعملوا كل الحاجات دي وانتوا قاعدين مع اولادكم من غير اي ازعاج، بس اسعار المنيو او الاكل بتكون شوية مرتفعة. دي كانت الجولة بتاعتي في مول وادي اسطنبول. هغطي لكم المرة الجاية حاجات، فيديوهين او حاجتين عن اسطنبول، لانه بعد كده هنرجع لفيديوهات الشعر. باي باي.